تقع هذه المدينة الأثرية المهمة بالقرب من مدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية، وكذا على مقربة من مولاي إدريس زرهون، فقد بنيت على مساحة تقدر بحوالي أزيد من 42 هكتار، ولها تسمية ثانية هي فوليبيلوس، وسماها بعض العرب أيضا بقصر فرعون، وآخرون سموها قصر قارون. تعد مدينة وليلي من أهم الآثار تاريخيا، فهي تجسد عظمة الحكام والسلاطين الذين حكموا المغرب وأبرعوا في فن المعمار الروماني، وهي إحدى معالم الحضارة الرومانية العريقة، فتشييدها حسب أغلب المؤرخين تعود لما بين القرن الأول والثاني من الميلاد. وتترخص هذه الحضارة بداية بحكم كاليجولا الذي تمكن من السيطرة على شمال إفريقيا. بسطت الإمبراطورية الرومانية نفوذها بكل هذه المناطق، وقد تركز بها السكان لكونها كانت تتوفر على أراضي خصبة وثروات طبيعية مهمة كإنتاج الزيتون، وهو ما جعل الرومان يولوها عناية خاصة. وقد عرفت مدينة وليلي تطورا وازدهارا كبير منذ القرن الثالث إلى العام 40 ميلادي، كما أظهرت أبحاث من خلال مجموعة من الكتابات المنقوشة بالخط اللاتيني على أن سكانها كانوا مسيحيين، ودخول العرب والإسلام كانت بدايته خلال القرن الثامن الميلادي، تزامنا مع حكم المولى إدريس أول سلاطين دولة الأدارسة. تضم مدينة وليلي مجموعة من الآثار التاريخية التي خلفتها الحضارة الرومانية، فهناك آثار مساكن ومخابز وحمامات البخار مع أقواس وأبراج، إضافة إلى السور الضخم الذي يحيط بالمدينة وبقايا الأبواب التي تتخلله وغيرها من المعالم، غير أن أهمها هو قصر كاردينوس العملاق الذي تتجاوز مساحته 188 متر مربع، والذي بني بها خلال عام 283 ميلادي من طرف كوردينوس الثالث. كما تحتوي البنايات على نقوش وزخارف وكتابات بالحروف اللاتينية ومجموعة من الرسوم التي تنم عن عظمة حضارة الرومان. وقد عرفت مدينة وليلي عدة أحداث أهمها الثورة التي قادها سكان المدينة في العام 40 ميلادي في وجه إمبراطورية الرومان، والتي أعطت أكلها بحيث تخلى الرومان عن فرض ضرائب عليهم وإعفائهم منها لمدة 10 سنوات، وبعدها تابع الثوار ثوراتهم إلى أن أجبروا الرومان على الانسحاب منها، وذلك سنة 285 ميلادية. وانتشر الدين الإسلامي بمدينة وليلي خلال القرن الثالث من الميلاد، وبقيت في صدارة المدن المشعة وتحتل مركزا مهما إلى غاية بناء مدينة فاس من طرف السلطان مولى إدريس الأول، هو أول سلاطين دولة الأدارسة ومؤسسها. وانتهت وليلي تماما ولم يبقى منها سوى الآثار التي تظل باقية إلى يومنا هذا، ذلك بعد أن تعرضت لزلزال مدمر خلال القرن التاسع عشر أدى إلى هدم أغلب بنايات التي لم يبقى منها سوى الأطلال. تكتسي هذه المدينة الأثرية قيمة مهمة في تاريخ المملكة المغربية، فهي من المعالم التاريخية والضاربة في أعماق العصور القديمة، وتشهد على حضارة الرومان بالمنطقة وما خلفوه من مباني ومدى براعتهم في إتقان فن المعمار الأصيل. ونظرا لهذه المزايا فهي تعد مكانا يستقطب عددا مهما من السياح والمستكشفين والمهتمين بالتاريخ من كل بقاع العالم. لذلك فهذا الموقع ونظرا لأهميته وقيمته فقد تم ضمها إلى التراث العالمي باليونسكو، وذلك منذ سنة 1997 ميلادية، فهي تعتبر كنز ثمين وجب حمايته والمحافظة عليه، وذلك بصيانته وترميمه.